ازاي تجيبي 1000 مشترك في اليوم؟ ازاي؟ تعالوا مع بعض نشوف ازاي. يا صباح الخير، يا صباح الجمال، ولا مساء الخير على حسب ما يوصل لكم الفيديو. اللي اول مره يشوف قناتي ينزل يفعل زر الجرس للكل عشان يوصلوا مني كل جديد، وما تنسوش اللايك. ازاي بقى تبقى عندك 1000 مشترك في اليوم؟ هقولك ازاي. المنصات الأخرى زي تيك توك، زي كواي، زي في منصات كتير ممكن تجيبي منها فيديوهات شورتس. الفيديو الشورتس دلوقتي بيجيب مشاهدات عالية وبيكبر القناة وبيكبر عندك المشتركين، بيبقوا كتير جدا جدا. بس أهم حاجة لما تجيبي فيديو من منصة تانية لازم تعملي له طبعا تصميم انتي بالبرنامج بتاعك اللي بتصممي عليه، وبتنزلي صوتك طبعا عليه، تقولي على الأقل كلمتين من الفيديو. شوفوا قناتي وشوفوا الشورتس اللي عندي، يعني بيجيب مشاهدات عالية لأن بجيب من أماكن ومنصات أخرى. ولكن انا بعدل طبعا الفيديو، ما بنزلوش، ما بجيبوش من المنصه اروح منزلاه على القناه، لا بعدل فيه طبعا، وبنزل صوتي عليه كلام كده في الاول، وبعد كده بكمل الفيديو عادي. كمان عايزه تجيبي مشتركين كتير، هقولك تعملي ايه. اول حاجه انتي بتخشي على قنوات بتعمل نفس المحتوى بتاعك، طبخ، فن، اي حاجه. بتخشي على قنوات بس يكون عندها المشاهدات عاليه، يعني بيجيب مثلا الفيديوهات بتاعت القناه دي بيجيب 3 مليون مشاهده، عنده 3 مليون مشترك. خدي المحتوى بتاعه دوت واعمليه في قائمة تشغيل جديدة، وحطيه في تخصيص قناتك. واللي هيخش زيارة في قناتك في الأول هيلاقي عندك الفيديوهات دي، هيقول أكيد دي قناتها كبيرة، وأكيد كده الفيديوهات، يعني أكيد القناة دي تبع القناة ديت والفيديوهات عندها كتير فبيشترك عندي. دي حاجة. وازاي بقى تعملي قائمة تشغيل جديدة؟ انت دخلتي على القناة ديت ولقيتي فيديو مثلا عامل 3 مليون مشاهدة، اخد الفيديو دوت كده افتحه اشغله يعني وادور عليه. دي حاجة. وبعد كده انا هعلمكم ازاي، بس استنوني. ودي البرامج التيك توك وكواي، ولو مش عندك مش متحملة على التليفون حمليها من جوجل بلاي ونزليها على تليفونك. ان شاء الله انتظروني بالفيديو القادم، هنزل لكم بالشرح العملي ازاي تحملي قائمة تشغيل وتحمليها على قناتك في التخصيص. سلام عليكم.